40 ثانية اهتزت الأرض فيها كانت كفيلة إنها تنشر الرعب في الأرض كلها، مش بس في سوريا أو تركيا. أطفال بتموت تحت الأنقاض ووجع وخوف في كل مكان. 40 ثانية كانت كفيلة إنها تعيد تفكير كل واحد مننا في إزاي ممكن تكون نهايتنا لو حصل معانا كده. ف 40 ثانية مش كافية إنك تصحح شيء من تقصيرك في صلاتك، مش كافية إنك ترد حقوق ومظالم الناس اللي ظلمتها، مش كافية إنك تختم القرآن مرة أو مرتين. الرعب انتشر في كل مكان والكل حس بقيمة الروح اللي بين إيدينا وقد إيه إحنا مقصرين في حق نفسنا والموت قريب مننا، وحسينا بقيمة النعم اللي بين إيدينا وإزاي إنها ممكن تروح في لحظة. حسينا بقيمة أولادنا وأهلنا واللي مش واخدين بالنا منهم. حسينا بقيمة الهوى ونعمة اللقمة والدفى. حسينا بحقارة الدنيا وحقيقتها وقد إيه هي ما تسواش أي شيء. حسينا بهوان كل شيء ممكن نكون متعلقين بيه وبنعادي الدنيا كلها علشانه. عرفنا إن قيمة الأشياء الحقيقية مش بتمنها لكن بمقدار نجاتها لينا. وتحت الهدم والأنقاض دي حسينا بالمعنى الحقيقي للقبر وخنقته، وعرفنا قيمة الدعاء اللي بيقول اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ولازم تعرف إن كل اللي بيحصل في الكون من هزات وزلازل هو جزء بسيط من أقدار ربنا، ومفيش حاجة بتحصل صدفة أو عبث، واللي طبعاً ليها حكمة ومحدش يعرفها إلا الله، ومحدش يعرف هل هي عقاب أو تنبيه أو حتى نعمة. وبقول لكل واحد فقد حد غالي عليه لكل روح موعد ولقاء. وزي ما جه في الحديث إن أطفال المؤمنين في الجنة بيكفلهم إبراهيم عليه السلام وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة. عرفت دلوقتي بقى إن ربنا ما بيقدرش شيء إلا بحكمة، والحكمة فربنا بيحيي مكانة الحياة أنفع وبيميت مكان الموت أصلح. فخلي قلبك متعلق بربنا ومطمن وهادي، فكل اللي هيقع علينا باختيار حكيم عليم. فاللهم نجنا من فواجع الأقدار وغصة القلب وفقد الأحبة. رفعوا الأكف تضرعوا عند الشدائد والزلازل، يا رب صن أعراضهم ونفوسهم من كل قاتل.